اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تيجي نعمل شوية كبدة كده لزوم التحابيش. تعالوا نعمل الكبدة الاسكندراني زي العربيات والمطاعم بالظبط، وهقولك على كل تركة تخلي ريحتها تجيب آخر الشارع. الجيران هيقولوا ايه ريحة الكبدة الجميلة دي، وهيجي يتغدوا معاكي كلهم. بس لو أول مرة بتشوفيني، أنا مروة. أتمنى تدعميني بلايك والاشتراك في قناتي قناة مطبخ مروة عشان يجيلك مني كل جديد. بصوا الجمال، شوية كبدة كده مع شوية ليمون كتير كتير كتير، شوية فلفل كده، وشوية طماطم بالشطة كده والملح والكزبرة الناشفة، شوية زيتون. هو كان بيبقى فيه طحينة بس معلش بقى، الطحينة بقت غالية أوي. وشوية عيش بلدي، لو عايزة عيش فينو مفيش مشكلة. عندي هنا نص كيلو كبدة. وأهم حاجة يا جماعة تكون الكبدة طعمها جميل. الكبدة طالما كويسة وجايباها من مكان كويس، الكبدة هتطلع معاكي جميلة. عندي ملح، وعندي كزبرة ناشفة، وعندي كمون كتير، وعندي شوية فلفل أسمر، وعندي توم بقى، شوية توم حلوين بقى كده محترمين، ونص ليمونة، وعندي فلفل أخضر. طبعا مش ده اللي أنا هحطه عليها، لا أقطعه عليها، ده كده بس إيه، هنحطه في الخلطة في الأول. وعندي معلقتين خل. تمام. هفرم التوم مع البهارات مع الفلفل مع بعض، هدقهم في الهون كده او افرمهم في الكبه المتاح عندك يعني. و... وهجيبهم كده وهعصر عليهم نص الليمونه. تمام. الخلطه لازم تبقى كتير كده عندي عشان انا هقسمها على نصين. تمام. وطبعا زي ما قلت يا جماعه، كل ما نجيب كبده كويسه من مكان موثوق فيه. بصي، هي دي كبده مستورده مش كبده بلدي، بس المهم نجيبها من مكان موثوق فيه، عشان الكبده لو مش كويسه، لو عملتي المستحيل فيها مش تطلع حلوه. فلازم نجيب الكبده من مكان احنا واثقين منه. عادي متلجه مفيش اي مشكله، بس تكون احنا ضامنينها انها حلوه. تمام. الخلطه هنا عندي هاخد التلات ارباع والربع. هقول لكم الربع اللي انا هسيبه ده في الاخر هسيبه ليه. هاخد تلات ارباعها كده. وهسيب الربع ده على جنب. هحط التلات ارباع الخلطه هنا على الكبده. طبعا انا حطيت النص ليمونه على الخلطه كلها. ماشي. ما تزوديش ليمونه عن كده عشان ما تتهراش، عشان انا هسيب الخلطه تقعد شويه كده حلوين يعني، عشان التتبيله تاخد من يعني من بعضها. تمام. هحط كده زي ما قلت الجزء بتاع التتبيله على الكبده. وهحط عندي معلقتين الخل. هحط هنا عندي معلقتين الخل، وهقلب برضو. ما تزوديش خل علشان ما تتهراش معاكي، لو زودتي خل هتتهرى. نبقى نحطه حبه كمان وهي على النار. عفوا. تمام. واقلب كده لحد لما اخلي التتبيله كلها تتدخل في الكبده كلها. طبعا تقطيعه الكبده على حسب ما انت بتبقى عايزاها، احنا بنحب الحجم ده في الكبده، بتبقى رفيعه متقطعه حلوه صغيره كده. تمام. هحطها في التلاجة، وهشيل الجزء اللي انا قلت هشيله على جنب ده، وهنعرف برضو هشيله ليه. وهسيبها في التلاجة. بصي، هي كل ما تسيبيها مده اكتر، كل ما هتديكي ريحه احلى، يعني هتشرب من التتبيله بتاعتها كويس. تمام. انا هنا سبتها حوالي 4 ساعات في التتبيله. كل ما تسيبيها اكتر عادي برضو يعني، بس المهم اقل حاجه تسيبيها من ساعتين لتلاتة. ده الجزء اللي انا سبته. سخنت زيت عندي جامد، وزيت كتير بقى، زودي زيت على قد ما تقدري، معلش تعالي على نفسك بس عشان تاخدي بقى نتيجه حلوه. ده احلى حبه زيت بقى اللي بيتبقوا من الكبده دول. هتنزلي بشويه الخلطه اللي احنا سيبناها على جنب دي. نزلت بيها في الزيت. اول ما ريحتها تحمر، مش تطلع، مش تحمر، اول ما ريحتها تطلع كده، انزل عندي بالكبده على طول، ومقلبهاش، افردها كده في الطاسه، بس اضمن ان التوم، الخلطه اللي انا عملتها دي مش موجوده في الحروف، علشان خاطر ما تتحمرش عندي. انا كده سبتها، فردتها في الطاسه وسبتها لحد ما خدت لون كده. دي كده اول مره اقلبها معاكم اهي، لحد لما تاخد لون. تمام. هديها التقليبه، وهفردها في الطاسه عندي تاني برضو. الريحه بقى يا جماعه ما اقولكوش والله العظيم، ريحه خيال يعني، ما تتوصفش. وهحط تاني عندي معلقه صغيره كزبره. وهحط عندي معلقه كمون تاني. انتوا عارفين الكبده بتحب الكزبره والكمون. بصوا يا جماعه، اعملوا الطريقه دي والله العظيم مش هتندموا، هتحسوا ان انتوا فعلا بتاكلوا كبده من بره والله. انا جايبه الطريقه دي من قلب المطعم، جربوها وهتعرفوا، هتتاكدوا ان انا جايباها من قلب المطعم من الطعم. تمام. نزلت عندي بمعلقه شطه.
حمرا، اللي هي البودرة دي حراقة عشان احنا بنحبوها حراقة قوي. ونزلت عندي بمعلقة خل كمان. تمام. بصوا الزيت، بصوا الزيت اهم من الكبدة. الزيت الاهم من الشغل تظبيط الشغل. تمام. هنا نزلت عندي بحوالي 4 5 6 قرون كده، يعني ربع كيلو، كل واحد على يعني حسب بيحبها حراقة. حراق دوت. والطاسة التانية دي كنت عاملاها لابني علشان ابني بيحب مش بيحبها حراقة، فحطيت له عليها هو فلفل رومي. بصوا، خدت له حبة قبل ما احط عليها الفلفل الحامي. تمام. فهنا عندي خلاص، هنا خلصت. بس الريحة بقى ما اقولكوش يعني. هنا غرفتها. بصوا الجمال. لو وصلتي معايا لحد الفيديو اللي هنا، متنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. بصوا الجمال، بصوا الجمال. مع شوية ليمون كده، ايه يا جماله. جربوها والله العظيم وهتدعولي، مش هتندموا. بصوا الجمال. حراقة بقى وايه. بصوا، كتروا بقى ليمون على قد ما تقدروا بقى، كتروا. وبصوا جربوا موضوع الطماطم دوت. قطعوا الطماطم كده، حطوا عليها ليمون وملح وشطة وكزبرة ناشفة، بتبقى ايه خطيرة. وكمون، تبقى حلوة قوي مع الاكل. ولو حابين طحينة حطوا. بصوا بقى، احنا الاكله دي ما ينفعش ناكلها غير كده. بنحب ناكلها على في الطاسه بتاعتها. الكبده لو ما كلناش بالطاسه بتاعتها ما بنستمتعش. انا غرفت لكم في الطبق عشان بس لزوم التقديم. تمام. وبألف هنا.